من في تاريخ كرة القدم المصرية، الأهلي والمصري. الأهلي الأوفر فوزا بالبطولات، المتصدر الحالي للمسابقة بفارق مريح عن أقرب ملاحق، الفائز باللقب في العامين الماضيين. والمصري النادي الوحيد لدينا الذي لا يحتاج إلى وصف لنعرف أنه مصري. الفوز الأكبر للأهلي في تاريخه لم يصل إلى الفوز الأكبر للمصري في تاريخه. إذا كان أنصار الأهلي فخورين بأرقامهم القياسية الكثيرة، إلا أن للمصري رقما أكبر من أي رقم للأهلي، الفوز 11-0 في الدوري في الستينات على بني سويف، وهو فوز لم يصل إليه نادي لا الأهلي ولا غيره. وإذا كان أنصار الأهلي فخورين أن فريقهم اقترب من 100 بطولة ولديهم 99 لقبا حتى الآن، بينها ألقاب بطولة القاهرة، فالمصري يصل بألقابه وفقا لهذا النحو إلى ما يقترب من 30 بطولة، لأنه فاز ببطولة بورسعيد، منطقة بورسعيد، في الثلاثينات والعشرينات والأربعينيات، في وجود أندية بورفؤاد وأندية فيرتوس وأندية إيطالية وفرنسية وإنجليزية وملطية كثيرة، وهو الثالث في عدد البطولات التي حصل عليها بعد الأهلي والزمالك. الأهلي 59 نقطة الأول، وفاز في مباراته الأخيرة بصعوبة شديدة على الترسانة 3-2، يفتقد اليوم للثلاثي محمد شوقي، محمد أبو تريكة، محمد بركات، ومعهم وائل جمعة. ولو بدأ إسلام الشاطر المباراة ستكون قائمة الاحتياطي فريدة من نوعها في تاريخ الكرة المصرية. سيكون كل اللاعبين الموجودين في قائمة الاحتياطي اسمهم أحمد صديق، أحمد عادل، أحمد شديد قناوي، أحمد بلال، أحمد جلال، كلهم اسمهم أحمد لو لعب إسلام الشاطر من البداية. والمصري يعود له كريم ذكري وعاشور الأتهم بعدما قاد منتخب مصر للتأهل على حساب أثيوبيا لنهائيات الألعاب الإفريقية. هشام.